بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أولا أنا ياسين من اليمن، عمري الآن 20 سنة و5 أشهر و4 أيام و11 ساعة و53 دقيقة. سوف أقص عليكم في هذا المقطع قصة تحسني من التوحد. في بداية الأمر كان البداية من هذا الجهاز، إنه الكمبيوتر، فيه التواصل أسهل وأيسر، به نكتب ولمشاعرنا ننشر، لا يحتاج إلى إظهار الأحاسيس ولا المشاعر، وبه نتعلم والإدراك يكبر، والتوحد ينضب والتحسن يظهر. كانت البداية هي في معرفة الذات. في بداية استماعي من الآخرين عن اختلافي لم يكن لدي أي اهتمام بذلك، لأني لا أعرف حقا أنه موجود ذلك الاختلاف. ولكن عندما بدأت العقوبات تتكالب علي بسبب تصرفاتي، أجبرني الأمر إلى أن أبحث عن نفسي بواسطة هذا الجهاز والإنترنت. وعندما تعلمت الإنترنت أكثر وأكثر ودخلت عالم الفيسبوك، كان لدي أصدقاء أحدثهم شبه يومي عن ما يحصل معي. تلك الأصدقاء كثيرون ولا يمكن ذكر أسماءهم حاليا. كان لدينا مجموعة سرية بالفيسبوك. يحصل كنت كل فترة أقوم بإنزال أسئلة عني، وهل هذا يحدث معهم أم لا، فكان يخبرون بالإجابة. وكان هناك من يخبرني عن الأشياء الاجتماعية والأشياء التي من اللازم أن تكون بالشخص الطبيعي. ولم يخبرني أحد أني مختلف، إلا شخص واحد قال لي أني مصاب بالتوحد الخفيف، ولكني لم آبه لذلك. المهم، في السنة السابقة تعرفت على أبو عمر عن طريق فتاة من اليمن عبر الإنترنت، وأخبرتني أن بنت خالة أختها تتعالج عنده وأنها تحسنت كثيرا. كان هناك تردد مني أن أحدثه بصعوبة شرح حالتي له، ولكن عندما تحدثت معه وجدته يفهمني بشكل وكأنه بداخلي. في الحقيقة أنه من أن كنت طفل إلى عمر المراهقة لا أعلم شيء عن نفسي سوى اسمي. لا أعلم ما أحب ولا ما أكره، ولا أعرف أعيش من هذه الأشياء. فأول مرحلة هي أصعب مرحلة، وهي معرفة نفسي، وكانت مرحلة صعبة جدا، كوني لا أستشعر بنفسي أي أفعل أغلب الأشياء بدون وعي وبتلقائية شديدة. وكان هناك صعوبة بالتغيير، بالرغم من أني أتحدث، ولكن لا أجد ما أعبر عنه لذلك الشعور، كمثل صعوبة الأكل، بحيث أن الأكل الناشف يؤذيني جدا، ولكن من قبل كنت أقوم بأكله بإرغام نفسي على ذلك، رغم أن نفسي ترفضه، ولذلك يكون الأكل قليلا. طبعا كان صعبا أن أعبر عن ذلك وأجد تفسير لذلك، لكن عندما قرأت عن حساسية التوحدين للطعام صرت أعرف كيف أعبر، وعلمت أن هناك شيء اسمه أكل ناشف. فالآخرين عندما أقول أني لا أريد الأكل الناشف يظنون أنه شيء جديد، ولكنه في الحقيقة هو شيء موجود، إنما كان صعبا أن أعبر عنه بتلك الطريقة، فظنوا أن الأمر جديد. استشعار الذات. إن استشعار الذات هي أصعب من معرفتها، وأما معرفتها فتم عن طريق تحليل أقوال الآخرين عني، واستشعارها هو من المفترض أن يحدث، ولكنه صعب جدا جدا، وهو أشبه باستشعار ليدي إن كانت مفصولة عن جسدي، كونها ليس هناك شيء يربطني بها. لذلك هو من الصعب أن أستشعر شيء أنا أصلا لم أكن أعرفه، فهو تلقائي جدا. ولكن مؤخرا استطعت أن أشعر ببعض الأشياء عن طريق البرمجة العصبية، برمجة اللاوعي. في بداية تعرفي على أبو عمر أخبرني بأن أفعل شيء معين، وهو في الحقيقة ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية. ثم كنت أتابع صفحته، فكان يتحدث عن الوعي واللاوعي، وكان يقول بعض الأشياء عن التوحديين. حسب اكتشافاته فعرفت أشياء كثيرة جدا، وفهمت كثيرا عن عقلي ونفسي، وبدأت أطبق البرمجة سواء لغويا أو عمليا، رغم أني لم أكن أعرف عن البرمجة العصبية إلا قليل، ومن خلال قراءتي لما يقوله أبو عمر، ومن خلال معلومات مسبقة لدي، فبدأت بفهم أشياء كثيرة واختراع أساليب أقوم من خلالها بتحسين نفسي، كتحسين التواصل البصري.
كتحسين التواصل بالكلام، ففي السابق كان التواصل تلقائي ويصعب على الآخرين فهمه كما يصعب علي التعبير، فكنت أقوم بعمل التالي: قبل أن أتكلم أقوم بمحاولة تجميع الكلمات التي أريد الحديث بها وتكرارها بالذهن. صحيح كانت البداية صعبة، لأنه كنت كلما أحاول أن أفعل تلك الطريقة إما أني لا أستطيع الوصول للكلمات، أو أني إن وصلت لها أي صوت بجانبي أو تأثير يقوم بحذف الكلام الذي كنت قد جمعته. وأيضا من أساليب التحسن هو أني كنت أقوم بأوقات فراغ عندما أعلم أني سأذهب إلى مكان معين أو سأقابل شخص معين، أقوم بالفترة ما بين معرفته بالمقابلة وبين المقابلة نفسها بتجهيز نفسي من حيث الروتين والكلام. مثلا أقوم بافتراض أني قابلت ذلك الشخص، فأقوم بقول السلام عليكم وتكرارها كثيرا، ثم أفترض أنه قال لي كيف حالك، فأجيبه الحمد لله، وأكرر ذلك كثيرا جدا، وهكذا. ولكن بداية الأمر صعبة جدا تطبيقه على الواقع، وأول ما تأتي المقابلة بيئة المكان وغيره يمنعني من أن أقول ما كنت أتوقعه وأردده بذهني، لأنه أتى كل شيء مختلف. ولكن مع الوقت والتكرار أصبح أسهل، كوني بذلك الشكل أبرمج اللاواعي أن يتقبل ويغير بعض الأشياء. أما الروتين فالطريقة التي قمت من خلالها بتحسين الروتين، وهو بشرط معرفة التغيير قبل أن يحدث، وليس أنه يأتي مفاجئا. المهم ما أفعله هو كالتالي: 1. معرفة التغيير قبل حدوثه، وكلما كانت المدة بين الحدث ومعرفة الحدث طويلا كلما كان أسهل عمله وكسر الروتين مؤقتا. 2. عند معرفة الحدث أقوم بتهيئة نفسي من خلال أني أقول لنفسي أن أحفظ الروتين بدون أي تغيير وحفظه مؤقتا، وعمل نسخة منه أخرى، ثم بهذه النسخة أقوم بالتعديل عليه من خلال إدخال الحدث الجديد مع الوقت الجديد، مع العلم أن الوقت لا يكون عبارة عن زمن، إنما ترتيب للأحداث التي تكون في الروتين. ثم أقوم ببرمجة نفسي على تقبل التغيير كروتين مؤقت، وفعلا أنا أجهز نفسي رغم أن الضغط النفسي لا بد منه من التغيير، لكنه يكون بسيط ويكون تحمله أسهل. ثم أول ما ينتهي ذلك الحدث الجديد أواصل روتيني العادي وكأن شيئا لم يحصل، حتى أني أشك في وقوعي أصلا أحيانا. ومع الوقت أقوم بتطوير تلك الطرق، لأن المشكلة ليست العلاج، إنما معرفة المشكلة نفسها واستشعارها، وإن استشعرتها سهل علي اختراع علاج لها. وأما البرمجة للعلم، عندما أبرمج نفسي غالبا لا أحتاج إلى لغة للتفاهم مع عقلي اللاواعي. كل ما أحتاجه هو صور وقصص وأحاسيس أصنعها أنا له، لأنه يفهم بالقصص والصور والأحاسيس بشكل جيد أي شيء يحدث داخلي، ولا يمكن للآخرين الإحساس بذلك. بالنسبة للتحسن في التواصل البصري فهو عن طريق الطريقة التالية: 1. معرفة المشكلة وهو أني فعلا ضعيف في التواصل البصري. 2. برمجة عقلي اللاواعي على أن يقوم بتنبيهي كلما حدث ضعف في التواصل البصري، وبهذه الطريقة استشعرت ضعف التواصل البصري. صحيح في البداية صعب، ولكن مع التكرار نفع الأمر، لأن اللاواعي يفهم بالتكرار. 3. إيجاد حل للمشكلة، والحل الذي استخدمه هو عن طريق الابتعاد عن الشخص الذي يحدثه مسافة معينة، بحيث كلما وجدت المسافة كلما كان التواصل البصري أفضل وبكثير، وكلما كنت قريب من الشخص كلما كان التواصل أقل، حتى يصل إلى اختفاء التواصل البصري تماما، وخاصة إن طلب مني الشخص الآخر بالنظر إليه، فبهذه الطريقة هو يمنعني من التواصل البصري تماما، وهو يظن أنه يحل المشكلة ولو كان ذلك الشخص أمي. بالنسبة لتحسن التعامل الاجتماعي والتواصل عبره، وهو عن طريق أشياء وشروط. يكون التواصل الاجتماعي جيدا إن توفرت الشروط التالية: 1. أن يكون المكان مألوف لنا وقد تأقلمت عليه. 2. أن يكون الشخص الجديد في المكان لا يطلب التواصل معي، أي أكون وكأنه غير موجود، أنا أراقب وأتعلم لكن ببطء شديد، هذا بعد تحسني طبعا.
أن يكون الأشخاص المتواجدين بنفس المكان يهتمون بأشياء علمية دون الأشياء الاجتماعية، فهي أشياء يصعب فهمها. أما بالنسبة للمواقف التي يصعب عليه التعامل معها اجتماعيا وتواصليا: واحد، أن يكون المكان بعيد وغير مألوف. اثنين، أن يكون أكثر الأشخاص بالمكان غير معروفين بحيث يصعب الحديث تماما بداية من الصمت، ثم بعد التأقلم قليلا يصعب الكلام بشكل غريب وعبارة عن كلام غير مكتمل وكلمات مفصولة عن بعضها البعض. السبب هو أني لا أتواصل مع الآخرين بحاجة إلى الطريقة التي استخدمتها، وهي عبارة عن برمجة نفسي لتصحيح التواصل بالكلام والتواصل الاجتماعي، وهو عن طريق أن أقوم بأخذ أكبر قدر من المعلومات عن الشخص الآخر أو المكان عن طريق النظر والسمع. وعندما أعرف طريقة الشخص بالكلام والكلمات التي يستخدمها والحركات التي يقوم بها، وعلى إثرها أستطيع أن أعرف الكلمات التي يمكن أن أتحدث بها. في بداية الأمر غالبا يكون الكلام باللغة العربية الفصحى، ولا يمكنني أن أتواصل مع ذلك الشخص بالكلام العادي لأنه لا وجود في عقلي تلك الكلمات الأخرى، فهو أشبه بالكمبيوتر. عندما تقوم بعمل مجلد جديد وليكن اسمه باسم الطرف الآخر، وما سيكون فيه بداية الأمر هو فارغ، وبهذه الحالة يكون الصمت هو ما يمكنني فعله. وبعدها أخذ معلومات وعن طريقة كلام والكلمة التي يستخدمها وهكذا، ثم يبدأ ذلك المجلد بالامتلاء، وكلما زادت تلك المعلومات زادت فرصة التواصل بشكل إلى الأفضل. ومن الجيد أني غير متوقف في البحث، إضافة إلى أني صرت أفهم الأمور بسهولة، وكلما تحسنت كلما أصبح فهمي أكثر وأكثر، وكلما سهل علي تحسين نفسي. وملاحظة مهمة أنه ليس كل شيء أعلم كيف تحسنت، فبعض الأشياء تحسنت بتحسن الأشياء السابقة وأظن أنها مرتبطة بهم. وهذا باختصار قصة تحسني، وليس كل شيء، ولم أذكر كل شيء، إنما ما أمكنني كتابته، وهذا هو عبارة عن قراءة لما كتبته سابقا، لأنه يصعب علي أن آتي بكلام بسرعة من ذهني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.